والإمام يخطب فقد لغوا، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يرحمكم الله. موضوعنا اليوم كما تعلمون أن جامع الزيتونة وأئمة جامع الزيتونة لا ينتمون إلى أي جهة سياسية كانت وإلى أي حزب كان، إنما مهمة الزيتونة هي بيان التشريع والأحكام وبيان كل ما يتعلق بالدين وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مهمة العلماء وخطباء جامع الزيتون وأئمتهم هو التوضيح للناس والبيان للناس دون أن يتطرقوا إلى أي جهة سياسية كانت، وليست لهم علاقة بأي جهة سياسية كانت. أيها الإخوة المؤمنون، اعتاد أئمة الجمعة أن يأتوا بمواضيع لا تمت إلى معالجة المشاكل التي تقع في المجتمع وتهدد الأمة وتزعزع كيانها، لكن جامع الزيتون اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيعالج هذه المواضيع التي تهدد الأمة في كيانها وفي مجتمعها وتريد زعزعة الأمة. ينظر إليها جامع الزيتونة من جهة التشريع والأحكام وما أمر الله عز وجل به من جزاء سواء كان عقابا أو كان ثوابا. قال سبحانه وتعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إن الله سبحانه وتعالى حذرنا ونهانا عما يضر بالكليات الخمس
ألا وهي النفس والعقل والدين والمال والعرض. كلما يضر، كل شيء يضر مباشرة بكلية من هذه الكليات الخمس فهو محرم وصاحبه معاقب، دنيا بالشرع الذي أمرنا الله عز وجل بتطبيقه، وفي الآخرة بالحساب والعذاب الأليم. اليوم نتطرق إلى مشكلة ظهرت منذ هذه الثورة، منذ بدايتها، واستغلها بعض الجراثيم ليزعزعوا بها الأمة ويظلموا بها الأمة. فالإسلام تصدى لمثل هذه المشكلات وعالجها وأصدر حكمه فيها. الظاهرة هي من قبل، ولكنها استفحلت في الأيام الأخيرة وكثرت وأصبحت تهدد الاقتصاد وتهدد الحياة الآمنة وتهدد استقرار البلاد. لو سئل أحد منا عن كلمة البركاج ما معناها في العربية وما موقعها في الشريعة الإسلامية، نجدها وأنها تسمى الحرابة. الحرابة، ما حكم الحرابة؟ الحرابة هي ما ترونه في هذه الأيام وقبل الأيام الأخيرة، ناس تشعل في كراهة في الكياسات وفي الشوارع باش يحبسوا الناس ما يخلوهاش تتعدى تخدم على رواحها، وناس واقفة في الإضرابات ما تحبش تخدم وتاخذ الفلوس هكاكا بلاش خدمة، وناس يعطلوا في معامل. هذه الإسلام تصدى لها وأصدر حكمه فيها، ولننظر ما هو هذا الحكم. نبدأ نتبعه بشوية ونحاول باش نفهمه، لأن تعودنا على خطب روتينية، روتين ما تعالجش المجتمع، خطب رنانة تضرب الحماس وتهيج العباد، ولكنها ما تعالجش حتى مشكلة، بل تحرض على التعصب وعلى الضرب وعلى الفساد، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. نسمع هالناس اللي قاعدة هالبركجات وهالنشل وهاللي يشعل في الكياسات ويشعل في المعامل ويحرق، اش يحكم فيه ربي سبحانه وتعالى، وحاشا للمسلم باش يعمل ما يعمل هذا. يلا الله يقول ان الله لا يحب الفساد. كيف ان الله يحب ينهى عن الفساد وياتي شخص ويقول انا مؤمن ويفسد؟ هذا ليس بالمؤمن. ان الله سبحانه وتعالى كرم الانسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله خليفة عنه وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض وليصل إلى أقصى ما قدر الله له من كمال المادي وارتقاء الروحي. ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه ويبلغ غايته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو وأخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض، ثلاث حاجات قلنا. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض، ثلاث حاجات. وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفرض الإسلام حماية حق الحياة
واعتبره حقا مقدسا لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه، وحرص أشد الحرص على حماية النفس، وهدد من يستحلها بأشد العقوبة بالآخرة بالعذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى وجلت قدرته: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكما أن الإسلام احترم حق الحياة، فإنه كذلك احترم حق الملكية واعتبره حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم السرقة والغصب والربا والغش وتطفيف الميزان وتطفيف والكيل والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل. وقد قضى الإسلام بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة، وفي ذلك حكمة بينة، إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول. كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدث نفسه بالسطو على أموال الناس فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإذا تقوى اللصوص بقوة السلاح، السراق ولا يستعمل السلاح، ما عادش يستعمل كم بده وقت، يتقوى بالسلاح. فإذا تقوى اللصوص بقوة السلاح وأفسدوا في الأرض وأخافوا الآمنين وخرجوا على النظام العام وسطوا على أموال الناس، وجبت ماذا وجبت؟ وجبت مطاردتهم والتنكيل بهم سدا لذرائع الفساد ومنع للعدوان. يقول سبحانه وتعالى وجلت قدرته: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثلاثة أدوات التخيير أو ولكن في المقام هذا ليس بالتخيير، أو سنبينه. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية: روى أبو داود عن أنس بن مالك أن قوما من عكل أو عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. ثم ناس جاءوا للمدينة قبيلة من القبائل وأعلنوا إسلامهم، لكن أهوال المدينة ما وتهمش ولات كروج تجري، هم من عرينة أو من عكل القبيلات. قال لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا برا من المدينة، وهون الإبل تاع بيت مال المسلمين، نوق جمال ناغيو، اشربوا من الحليب نتاعها ومن الأبوال بول نتاعها باش يبقى تبرج فوق الكوس نتاعهم. خرجوا قعدوا مدة يشربوا من الأبوال والألبان حتى ارتاحوا. بعد ما ارتاحوا
وجاوا للراعي بتاع الإبل وكتفوه وجدوا عينيه، سخروا مصامر بتاع نار وسبلوا له عينيه، الفص بتاع عينيه خرجوها له وقصوا له يديه ورجليه وخلوه يلهث في الرمل. بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول النهار، بعث وراهم سريه طردتهم وجابوه. كما عملوا بالضبط، نهبوا المال وقطعوا ايدي الراعي وارجل الراعي، عمل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم هكذا. قلنا فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي وسبلوا أعينه وقطعوا يديه ورجليه واستاقوا النعمة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فعرصل في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة أي خارج المدينة يستسقون فلا يسقون. هذه من هنا جاء حكم الحرابة أي ما يسمى البركاج. أشنو حكم الإسلام؟ قبل كل شيء ما هي الحرابة؟ الحرابة هي كلمة مشتقة من الحرب التي هي نقيض السلم، يقال حاربه محاربة وحرابا، أو من الحرب وهو السلم، يقال حرب فلانا ماله أي سلبه فهو محروب وحريب. وتسمى قطع الطريق، قطع طريق، والبروز لأخذ المال أو القتل أو الإرعاب، مش الإرهاب رد بالك، أو الإرعاب على سبيل المجاهرة لهذا النهار مكابرة اعتمادا على القوة، وكذلك محاولة الاعتداء على العرض يهجم على النساء. وهناك ألفاظ قريبة من الحرابة. هناك كلمة البغي وهو الجور والظلم والعدول عن الحق. كلمة البغي هو الجور، بغى عليهم أي جار عليهم وظلمهم. وهناك كلمة السرقة. السرقة معناها أخذ الشيء خفية وظلما من مكان آمن، من مكان أي في حرز، صندوق ولا بنك ولا غيرها، سرقوها بالليل ولها شروط. والفرق بينها وبين الحرابة هو أن الحرابة فيها مجاهرة ومكابرة وسلاح، والسرقة لا، فهي في الخفية. وهناك كلمة أخرى تسمى النهب، يقول لك فلان نهاب، وهو الغلبة على المال وهو أخذ الشيء علانية دون رضا. وهناك كلمة أخرى تسمى الاختلاس، وهو ما يسمى النشر توا، هو خطف الشيء بسرعة على غفلة صاحبه مع الاعتماد على الهرب. فالنهب والاختلاس كلاهما أخذ الشيء علانية، والفرق بينهما هو سرعة الأخذ بالاختلاس، بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر فيه. أما الحرابة فهي الأخذ على سبيل المغالبة، وتتحقق بخروج جماعة، يعني يخرجوا في الكياسات تو وشعلوا في البنوات وفي الشمبرانات ويوقفوا في الكاميونات ويسلبوا في الناس. هذه تسمى الحرابة. تتحقق بخروج جماعة من الجماعات، وكذلك تتحقق بخروج فرد من الأفراد إذا كان له قوة وسلاح. فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض فهو محارب وقاطع الطريق. فخروج هذه الجماعة أو هذا الفرد على هذا النحو يعتبر محاربة. والحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم.
الجرائم. ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة، فجعلهم محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا، وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله للجريمة الأخرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. فقد أعلن صلى الله عليه وسلم أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام، ليس بالمسلم. ما هي العقوبة؟ عقوبة المجرمين من هذا النوع إن مصدر عقوبة هؤلاء المجرمين مستمد من القرآن الكريم، وهو المصدر الأول من التشريع، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 4 أحكام. ذهب أغلب الفقهاء إلى أن كلمة أو في الآية على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها في الجنايات. أولا، فمن قتل وأخذ المال، اقتل واخذ الفلوس، قتل وصلب، يثبت قتل ويتصاب معلق 3 أيام باش الناس تعتبره. 2، هذا يقتل وخذ المال، يلزم يقتل ويتصاب باش يشوفوه الناس ليكون عبرة للغير. الثاني، ومن اقتصر على أخذ المال فقط، أخذ الفلوس فقط وما قتلش ولكن أعب الناس، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. 3، الحكم الثالث، ومن أخاف الطريق، خوف الناس ورعبهم ولم يقتل ولم يأكل مالا، هذا يتم فهم اللفظ. هذا إذا أرعبوا ولم يأكلوا مالا. وعلى هذا الاتجاه فإن قطع الطريق متنوع في نفسه، وإن كان متحدا من حيث أصل، فقد يكون أخذ المال وحده، وقد يكون بالقتل لا غير، وقد يكون بالجمع بين الأمرين، وقد يكون بالتخويف لا غير، فكان سبب الوجوب مختلفا فلا يحمل على التخيير بل على بيان الحكم لكل نوع. والحاصل أن من قتل قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله بالخلاف، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أرعب ينفى من الأرض، ومن أرعب ولم يقتل ولم يأخذ مالا ينفى من الأرض، ومن جاء قبل أن يقتل عليه مسلما هدم الإسلام ما كان قبله ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بيان حكم الله في الذين يفعلون اليوم البركجات أو ينشلون النشل والنهب. هذا حكم الله وأحكام الله معطلة، وهكذا المجتمعات تخلت توازنها وكثر فيها الإجرام والقتل والنهب وبذلك تتعكر السلمية ويتعكر الأمن وتسود الفوضى في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للشريعة تحقيقها في كل بلاد الأمة الإسلامية حتى تأمن الأمة ويستتب الأمن، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، وجعلني وإياكم في الوقوف مع آدابه، وحشرني وإياكم في زمرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها الإخوة المؤمنون، أيها إخوة الإسلام، يا إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أن الأمة الإسلامية اليوم محاصرة من أعداء، من طرف أعداء أتوا زاحفين عليها من كل صوب وحد. وهذا يذكرنا بالتاريخ وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، التاريخ يعيد نفسه. لننظر مليا في
أن أعداء الإسلام بالأمس هم أعداء الإسلام اليوم، ولكن تختلف أساليبهم. نذكرنا هذه الأيام بغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، لما تحزب الكفار وأهل الكتاب وأتوا بجيوش جرارة لكسح المدينة وضرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المؤمنون آنذاك في حالة ضعف. حفروا الخندق لكي يدافعوا عن أنفسهم، يدافعوا دفاعا لا يهاجموا هجوما، ولكن استعملوا الوسائل في الدفاع بحفر الخندق وتكدسوا في المدينة داخل المدينة، والمدينة محاطة بأعداء الإسلام من قريش وغطفان والقبائل العربية ويهود خيبر. وزاغت القلوب وزاغت الأبصار، أبصار المؤمنين، وبلغت القلوب الحناجر، والأمة الإسلامية تبكي وترجف، والرسول يبتهل ويرفع يديه إلى السماء يبتهل ربه، ويصلون جميعا ربنا انصرنا إنا ضعفاء. فكان يبتهل ويبكي، وجاء النصر من عند الله وحده، أرسل عليهم ريحا صرصرا شتتتهم وعادوا من حيث أتوا، وكفى الله المؤمنين القتال. أيها المؤمنون، هذا الوضع وضعنا الأمة الإسلامية اليوم هو شبيع الوضع بالأمس، إنما جد في هذه الأيام هو استفزاز للأمة الإسلامية حتى تخرج وتكسر وتنهب وتفعل ما تفعل، وهذا ما نهى عنه الإسلام. نهى عن الفساد والتكسير والضرب، وقال دافعوا عن أنفسكم وابتهلوا إليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله عز وجل ويصلي ويدعو ربه، وكفى الله المؤمنين القتال بأن هزم الكفار وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أيها المؤمنون، إخوة الإيمان والإسلام، نحن في ضعف، فلا يسعنا إلا أن نبسط أكفنا إلى ربنا ونستمد منه القوة والعون، لا أن نأخذ هروات أو أسلحة ونفسد بها الأرض حتى نقع تحت قوله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يحب الفساد. لا نفسد ولا نكسر ولا نظلم، وإذا هم أرادوا أن يشعلوها فتيلة فلنفوض أمرنا إلى الله عز وجل ونبسط أكفنا ونبتهل حتى يكف أذاهم عنا ويبعد أذاهم عنا، وننتصر بنصر الله عز وجل. الله هو القوي وهو القادر عليه، ونحن عجز عاجزون ضعفاء أذلاء. ربنا بسطنا إليك أكف الضراعة في هذه الساعة، مؤملين منك تعجيلا الإجابة. أجب الدعاء ولا تخيب الرجاء. سبحانك اللهم وبحمدك يا قادر يا عزيز يا قوي يا متين يا غني. من لعبدك الضعفاء، من لعبدك العاجزين، من لعبادك الضعفاء، من لعبادك العاجزين، من لعبادك الأذلاء. ها هي أيدينا مبسوطة بين يديك في كل ذل، نحن أذلاء بين يديك. اللهم من كاد للإسلام والمسلمين اجعل كيده في نحرك. اللهم يا رب من نصب شبكة الخداع للإسلام والمسلمين اجعله مساقا إليه ومصادق فيها. اللهم يا ربنا اكفنا شر الأعداء وأنزلهم شر هزيمة، فإنه لا طاقة لنا بهم، كلنا عبادك ومخلوقاتك. اعتدى عبادك على عبادك، فهم عبادك يعتدون علينا بالظلم ويريدون استفزازنا حتى يحركون فينا مشاعر الفساد. اللهم إنا نعوذ بك من الفساد. اللهم ألزمنا التقوى وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا رب كما نصرت عبدك محمد وعززت جندك وهزمت الأحزاب وحدك، فنحن أمة محمد بين يديك أذلاء ضعفاء،
فهو بسنته وبالقرآن معنا، ينظر إلينا ويبسط كفه ويبسط كفيه يده معنا يا رب. وهو عندما حضرته الوفاة يقول أمتي أمتي، فنزل جبريل من عندك وبكلمة من عندك يا محمد إن الله يقرأك السلام ويقول لك سنرضيك في أمتك. اللهم ارض محمدا في أمته، اللهم ارض محمدا في أمته، اللهم ارض محمدا في أمته، اللهم ارض عنا وارض عنا واجعلنا نعمل صالحا تحب وترضاه. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، أرأف بنا والطف بنا يا ربي. هذا حالنا بين يديك، هذا ذلنا بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. اللهم ارزقنا واعطنا ما لا نسألك أحسن ما تعطينا به نسألناك، واختر لنا والخير فيما اختاره أنت، والخير فيما تختاره أنت. اللهم اختر لنا يا رب واجب الدعاء يا رب ولا تخيب الرجاء. هذا الدعاء ومنك الإجابة ومنك الإجابة وعليك التكلان. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم.